بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحباب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر برنامجكم هلا سأل. وباسمكم جميعا في بدايته أرحب بالدكتور سعيد بويزري، الأستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية جامعة زيوز. شيخنا سعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشهر الله يبارك فيه. رمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله. وهنيئا لكم أحبة الإيمان بدخول شهر رمضان المبارك. أحبة الإيمان، رمضان للمسلم محطة يتزود فيها بالإيمان في رحلته إلى الله، وفي السنة النبوية آداب عظيمة في استقبال هذا الشهر وكيفية التعامل معه والاستفادة من أوقاته الثمينة، وهو فرصة غامرة تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام، فهو فرصة عظيمة ومناسبة كريمة تصفو فيها النفوس وتهفو إليها الأرواح وتكثر فيها دواعي الخير، ويفتح الله أبواب الخير لكل راغب ويعظم أسباب التوفيق لكل طالب. وحاجتنا أحبة الإيمان إلى مثل هذه الأوقات وإلى مثل هذه المناسبات هي حاجة كبيرة. نتعرف عن هذه الحاجة وحاجتنا إلى هذه الأوقات الروحانية معكم فضيل الدكتور سعيد. حاجة المسلم إلى الأوقات الروحانية كشهر رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستثمار أيام هذا الشهر الفضيل، لاستثمار أيامه، لاستثمار نهاره صياما، واستثمار لياليه أو ليله قياما وذكرا وتسبيحا. حقيقة أخي محمد صالح، يعني المسلم في حاجة ماسة إلى هذه الأوقات الشريفة، إلى هذه الأوقات الفضيلة من أجل التزود بالإيمان والتقوى، من أجل التزود بالقربات والطاعات، من أجل التزود بالباقيات الصالحات. فنحن في حاجة ماسة إلى هذه الأوقات الفاضلة، في حاجة ماسة إلى الاستثمار الحسن، الاستثمار الجيد لهذا الشهر الفضيل. لا شك أن الإنسان جسد وروح، الإنسان جسد وروح. هناك من الفلسفات الضالة المنحرفة التي تدعو إلى تقوية البدن، إلى تقوية الجسد بالماديات وألوان الغذاء طبعا، وأما الروح فمهملة. وممن عبر عن هذا التوجه غير الصحيح ذلك الشاعر الذي قال: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يعني توجه يعبر عنه هذا الشاعر، يريد أن يخدم البدن، يخدم الجانب المادي، الجانب الطيني في الإنسان، ويقويه ويغذيه ويوفر له من أسباب التغذية والتقوية بلا حدود. وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ولكن هناك توجه آخر سليم مستقيم رشيد، يعبر عن حكمة وفهم وإدراك بهذا التوازن الذي يجب أن يتحقق في حياة الإنسان، ويدرك كذلك قيمة الروح التي يجب أن نوفر لها أيضا الغذاء الذي يقويها، الذي يقربها إلى خالقها جل جلاله. فيرد ذلك الشاعر بقوله: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يعني لو فصلنا الروح عن الجسد، أو حينما تفصل الروح عن الجسد لا قيمة لهذا الجسد، بدليل أن أهله الذين يعزونه ويحبونه يكون رد فعلهم بدفنه، وكأنهم يقولون بلسان الحال وبلسان المقال: أنت لك قيمتك ولك وزنك حينما تكون الروح فيك، أما إذا ذهبت روحك فلا معنى لك، يدفن مباشرة. إلى أن يقول أحدهم:
وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذن هذه الروح الغالية التي لا نملك غيرها، نملك كل واحد منا يملك روحا واحدة تحتاج إلى هذا الغذاء الذي يقويها، الذي يقربها إلى خالقها جل جلاله. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باستثمار هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام المباركات، أيام رمضان. في النهار صيام وفي الليل ذكر وصلاة وقيام وسحر. ممكن كثير منا قد يفوته الدعاء في أوقات السحر في سائر الشهور، وكثير منا أيضا ربما لا يستيقظ قبل الفجر ليصلي لله ركعتين، أو يؤخر صلاة وتره إلى ما قبيل صلاة الفجر ليختم صلاة الليل بصلاة الوتر كما يعلم الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأيام المباركات يقوم المسلمون رجال ونساء صغار وكبار إلى وقت السحور، ثم طبعا يصلون صلاة الليل، يتهجد هناك من يتهجد، هناك من يصلي على الأقل ركعتين أو 4 ركعات، ثم يصلي صلاة الوتر، ثم يتسحر، ثم يستعد لرغيبة الفجر وصلاة الفجر وصلاة الصبح. هذه أوقات شريفة جدا، وارتباطنا بكلام الله عز وجل أيضا هذا غذاء آخر. القرآن كلام الله عز وجل كما قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، فكيف يشبع الحبيب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. كلام الله عز وجل كلام الله، يكفي أنه كلام الله عز وجل. صلتنا بالقرآن تكون قوية خاصة في هذه الأيام المباركات. نستمع القرآن الكريم في صلاة التراويح مع الإمام لمن يصلي في المسجد، أو لمن يقوم الليل بمفرده في البيت كان بعض النساء وبعض الناس الذين لهم أعذار. وكذلك صلاتنا بالقرآن الكريم من خلال الورد اليومي الذي يربطنا به، والحمد لله هذا مظهر صحة في أمتنا الآن. يعني الكثير الآن يقول لك الآن قربت على الختمة الأولى، وهناك من دار الختمة الأولى مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان. يعني هناك تنافس كبير جدا، تنافس شريف في هذا الباب. إذن صلتنا بكلام الله عز وجل يغذي روحنا، يقوي روحنا، يقرب أرواحنا إلى الله عز وجل، ويصفي نفوسنا، وصفاء النفس وقوة الروح. وهذه في الحقيقة مقاصد من المقاصد الكبرى لديننا الحنيف. يكفي أن نتذكر بأن هذه الروح إذا كانت مؤمنة تقية مرتبطة بالله عز وجل، إذا كان ذلك القلب موصول بالله عز وجل، الإنسان يسعد بأيامه، يسعد بلياليه، يستثمر هذا الشهر الذي نسميه شهر الاستثمارات، شهر المشاريع الاستثمارية مع الله عز وجل في الطاعات والقربات وفي الباقيات الصالحات. إذن وفي النهار أيضا، وأيام هذا الشهر يعني طويلة والحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره. يعني صحيح أيام الصيام في الشتاء سهلة، ربيع المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وكما قال الصحابة أيضا، ولكن هذه الأيام طويلة ولكن أجرها أيضا كبير، تمحيص للإيمان وتقوية للقلوب وشحذ للهمم وإعلاء لها وتقوية لها. إذن هذه الأيام الشريفة الفاضلة، هذه الأوقات الفاضلة لابد أن نحسن استثمارها ونستثمر، يجب أن نستثمرها تغذية لروحنا وتقوية لأرواحنا وتصفية لنفوسنا وتطهيرا لقلوبنا، وهذا كله يقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا الشهر الفضيل صياما وقياما وإكثارا من الباقيات الصالحة. اللهم أمين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد بحوله ومنه وقوته. إذن على بركة الله نبدأ في استقبال مكالمات الإخوة والأخوات على الأرقام الهاتفية والظاهرة أدنى الشاشة. ومع الأسئلة الواردة إلى البرنامج دكتور سعيد، أولها سؤال الأخ صالح شريف من فرنسا يسأل ابنته، يقول أنها أنجبت منذ 4 أشهر، تصوم ولكنها تخشى يعني نقصان الحليب الذي ترضع به الولد، فهل يحق لها الإفطار كي تتمكن من إرضاع هذا المولود الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه؟ ويسأل يقول يكون الجواب باللغتين العربية والأمازيغية. نعم. أبدأ الإجابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. أعيد قراءة الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني عنده حق في التقصير، يقصر في صلاة الرباعية ظهرا وعصرا وعشاء،
شطر الصلاة. وعن الحامل والمرضع الصوم، الحديث خرجه الإمام النسائي. نفهم من هذا الحديث وكذلك من النصوص الأخرى أن الله عز وجل يسر على المرأة الحامل والمرضع باش يفطروا في هذه الأيام، أيام رمضان، يعني ما يصوموش شهر رمضان ويقضيان بعد ذلك. طبعا هذه المسألة يعني شرحت في هذا المنبر في أكثر من مرة في الأيام السابقة حتى قبل رمضان، من خلال بيان الأعذار المبيحة للإفطار. ويجب أن نعلم علم اليقين بأنه إذا تحقق عذر فلا لوم ولا عتاب ولا إثم. يعني المريض والشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرأة المرضع، خاصة في هذه الأيام اللي هي طويلة كما قلنا قبل حين. يعني ربما في أيام الشتاء الأمر أيسر، ولكن الآن أيام الصيف يعني طويلة جدا. المرأة الحامل ما تقولش بلي أنا عندي الصحة وتأخذ بالعزيمة، ولكن لابد أن تفكر على جنينها وهو في بطن، فهي مسؤولة عنه. والشريعة خففت عن المرأة الحامل أولا تخفيفا على الحامل وعلى الجنين الذي في بطن الأم، الذي يحتاج إلى أن تتغذى أمه ليتغذى هو من أمه. وكذلك المرأة المرضع أيضا تتغذى هي في نهار رمضان ليتغذى منها رضيعها. هذاك الطفل المرضع يتغذى منها إذا كانت هي صائمة وينقطع حليبها وتضعف، وربما طبعا في النهاية ماذا تصنع؟ هذا الرضيع راح يولي يرضع من البيبرون ويرضع من الحليب الاصطناعي والسلام. وهذا في الحقيقة إنقاص لحق من حقوق هذا الطفل. من حق الطفل الوليد الرضيع أن يرضع من أمه، وحليب الأم لا يعوض. ربنا قال في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه المرأة جاء في رمضان راهي ترضع الآن، ترضع وليدها وتفطر في رمضان. بعد رمضان إن شاء الله تعالى حينما تعود إليها صحتها وترتاح تقضي أيامها، ولو في أيام الشتاء تقضي هذه الأيام المباركة أيام رمضان تقضيها والسلام. طبعا بين قوسين ربما الإخوة والأخوات هناك مسألة أخي محمد صالح حتى الصبيحة سألني واحد قال لي ما كانش يعني حل آخر بالنسبة للحامل المرضع، فمعليش من باب التعميم الفائدة قال هناك آراء قوية يعني كما رأي ابن عمر رأي ابن عباس، يقول المرأة الحامل والمرضع عندها الفدية. ولكن احنا يقول نأخذ برأي الجماهير جماهير العلماء اللي قالوا الآن المرأة الحامل والمرضع حينما ترتاح تقضي أيامها والسلام. أما المرأة التي يتوالى عليها الحمل والإرضاع، وإن كان هذا زمان ليس في هذا الزمان، فهذا لا حرج أن تأخذ برأي ابن عباس ورأي ابن عمر في إخراج الفدية فقط، إخراج الفدية والسوا فقط دون أن تقضي أيامها. إذا مدام القبالية فيها سؤال لو نسمع بعض نعم المكالمات اللي هي على الخط لا نطيل على أصحابها. أولها هاجر من قلمة. السلام عليكم سيدة هاجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك. الأخ أنا قبل سؤال في القناة ما كانش سؤالي واضح، حابة نعاود بك كان ممكن. على أخي طلق زوجته قبل الدخول، طلقها طلقتين، وأمي يعني الحمد لله مرشدة قالت له بلي درك تحرم هذيك المرأة هذه. هو ما خداش الرأي، مع ضغطوا عليه شوية الأهل دخلها درك عنده تقريبا عام معاها زواج. البارح بقينا قدام حنايا نسألو كان يقول لك حرام حرام حرام. البارح ساقيه من نقص مقينا قال لنا لا يقدر يعاود لها المهر ويعاود لها الفاتحة، وشي لازم يبعد عليها فترة شهر من وراها باهي يعاود الفاتحة هذه وترجع زوجته عادي. وواحد آخر في نفس الوقت قال لنا لا الفتوى هذه غلطة وما كانش منها وحرام على بعضها. ما درك لحد دقيقة ما تجينيش يعني حل هذه تعتبر زوجته ولا ما تعتبرش، وإذا كانت لا تعتبر زوجته وفات تدخل بها كيف يتحل وش راح يدير به حله. نعم. بارك الله فيك، رمضان كريم. إن شاء الله تابعينا هاجر إن شاء الله تسمعي الجواب. تعالى القبول منا ومنكم محبة الإيمان. نتواصل في سماع الأسئلة من الإخوة والأخوات. ومعنا آلاء من تلمسان. السلام عليكم يا آلاء. وعليكم السلام. مرحبا. ممكن أطرح سؤال؟ ممكن جدا، تفضلي. أود أن أطرح سؤال عن الحيض. تفضلي. عندي أيام الحيض 9 أيام.
نعم. عندي 6 أيام ونزيد 3 أيام تاع السفرة. ولكن أريد أن أسأل يعني قبل اليوم الأول تقتيني سفرة، مش عارفة عاود نزيد 3 أيام قبل اليوم الأول وبذلك يزيد عدد الأيام أكثر من 9 أيام، ولا لا ألتفت لتلك السفرة التي تأتيني قبل اليوم الأول ونبدأ من اليوم الأول، من اليوم الذي أرى فيه دم الحيض. نعم. هل هذا مفهوم؟ نعم واضح يا آلاء. شكرا. عفوا أختي الكريمة. نعم. هل فيه مكالمة يا يونس؟ نعم. عندنا مكالمة من غرداية. نعم. أخت حنان السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا حنان. الو. نعم يا حنان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الحمد لله، صحة رمضانكم. رمضان كريم يا أختي. تفضلي يا حنان تفضلي. حنان إذا تسمعيني تفضلي بالسؤال. الو. تفضلي بسؤالك يا حنان. عندي انا يمتي لي شارجي المصحف في البورطابل. نعم. ونقراه دائما. نعم. وحبيت نعرف اذا لازم نكون على وضوء ولا زعما نقدر نقرا بلا ما نكون متوضيه. نعم واضح ان شاء الله. وعندي سؤال ثاني. تفضلي يا حنان. عندي الوالده تاعي نعم تصلي التراويح. ربي يتقبل منها ان شاء الله. تصلي 20 ركعه، هي ما تعرفش تقرا في المصحف، تقرا غير بالصور القصيره. تصلي وحدها في البيت؟ حافظه برك. تصلي لوحدها في البيت؟ ايه تصلي وحدها. نعم. وهي ما تقرا ما تكتب، وزعما غير اللي حافظتهم تصلي بيهم. وش رايكم فيها وش تنصحوها؟ ربي يثبتها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا حنان. مع السلامة. إذا نعود. نعم إلى البليدة. معنا وهيبة ونستأنف الإجابة إن شاء الله. وهيبة السلام عليكم. الو. نعم يا وهيبة. الو. نعم يا وهيبة تفضلي. سنة حبيت نسق فيك على الصلاة. نعم. أنا كي كنت نصلي كنت نقرا في سورة الفاتحة مع الآخر نقول أنا الضالين. دوك ما عرفتش لا نعاود ولا نعاود في الصلاة. أعيدي السؤال هذا أعيدي. في الصلاة كنت نقرا في سورة الفاتحة مع الآخر نقول أنا الضالين، كنت نصلي بنقول أنا الضالين نحصل مصابيح حصلنا. يعني ولا الظالين ما كنتيش تنطقيها مليح؟ كنت نقول أنا الضالين. الضاد ما كنتيش تنطقيها مليح. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني أنا دوكا كي واحد كيكون يصليش ويقرا قرآن نعطي له تدبير القرآن ونقرا معاه، هي تدبير ولا نقرا من نفس المصحف نورمال؟ ما فهمناش يا أختي. أعيد السؤال أعيدي. كي واحد يكون مريضة ويسد ما يسد المصحف تدبير وانا نقرا بارك. تمسي المصحف وتقراي منه؟ أنا سدوش. تمسي المصحف ولا لا؟ حكيت تدبير المصحف وانا نقرا وانا نحفظ نحفظ وهي تدبير كي طالع لي غلطة ولا مانيش غلطة. وانت تكوني على غير الطهر. تقرأ مما تحفظه. لا تعطيها ختهات تقرأ. أنا كل شيء غلطة. واضح يا وهيبة. واضح إن شاء الله. شكرا مع السلامة. إذا نعود السؤال صالح شريف من فرنسا لابنته الجواب باللغة الأمازيغية. نعم الجواب ما خدت استعرضت على كل حال نبغي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دي السفر الإمام النسائي عند سيدي ربي سخفف العبد مسافرين رمضان. طبعا بعد الفقه يفقنا غدا النبي صلى الله عليه وسلم شحال يعني أكثر من 80 كيلومتر حوالي 83 كيلومتر ذا أكد رمضان أكد تظليث ندلنا 4 غادي يظل كان سنات طهور دوان سنات العصر سنات كما قارن تقصير العشاء سنات إلى ما قارن جماعة تقديم وما قارن جماعة تأخير. ماذا يعني أن الحامل ثاني لنستاذي ستاكتيني السلطوظان الشرع اسم حاسنت باش تشنت رمضان وذقظون تسني تشانت من بعد رمضان اختيار نتولي يكون السن يلهان والسن الشتوى والزيلن خفيفا
أذقضون تسانني هذا وقف غادي نير ودقارت قشيت نطوث مثلا كتير كالصوت غارة من بعد ميسا دي قوري مسكين دي الحيف خطر ما إلا نساتو الشيارة تضعف ما تضعف ميسني واستضارة يحبس يفكار غورس من بعد نسيق نطرن والشرع يسخفف أما في نطوث إلا نستاذيست أما ثين السطوظا هذه تشنت من 100 دار رمضان هذا قضونت والسنسنت وهذه قضى ربي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إلى سالم من العاصمة يسأل عن تأخير صلاة الوتر، هل يصح هذا التأخير إلى وقت السحور؟ نعم أخي سالم، وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، إلى قبيل صلاة الفجر، هذا هو الوقت نتاع صلاة الوتر. لذلك يندب تأخير صلاة الوتر إلى ما قبيل صلاة الفجر. نعم. هذا من ندم. وكان يروى أن الصديق رضي الله عنه الصديق كان يعني يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء لا يؤخره، ولكن عمر بن الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخذت بالوثقة، هكذا قال للصديق أبي بكر. أما عمر بن الخطاب قالوا أخذت بالقوة، يعني كان يؤخره إلى ما قبيل صلاة الفجر. أما الآن يعني في الصيام مادام هناك ضمانة أكبر، يعني الواحد ينوض يسحر وكذا إلى آخره، يأخر فيجعل آخر صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي وترا، هكذا جاء في الحديث. نعم. فاطمة الزهراء من وهران تقول طهرت من الحيض بعد العصر، فهل يجب علي أو يتوجب أن أصلي صلاة العصر وأقضيها؟ نعم يا أختي الفاضلة، مادام طهورتي بعد صلاة العصر تغتسلين وتصلين صلاة الظهر والعصر. أنت راكي سألتي على العصر، أنا نقول لك تصلي صلاة الظهر والعصر في ذمتك 2 صلوات. نعم. تصلي صلاة مادام طهرتي بعد صلاة العصر. مثلا الآن سمعنا أذان العصر، بعد ساعة أو نصف ساعة وكذا تطهرين، يعني تتأكدين من طهارتك من الحيض. الآن تغتسلين وتصلي صلاة الظهر، خاطر تشترك مع العصر في الوقت، اسمهم الظهران. نعم. وزيدي تصلي صلاة العصر، هذا اللي واجب عليك. وكما اللي تطهر بعد المغرب مثلا، واحدة طهرت، معلش نجاوب عليه، يعني احتمال وارد يعني. نعم. ممكن المرأة بعد صلاة المغرب مثلا بعد غروب الشمس تتأكد من طهارتها من حيضها. هنا واش دير؟ ما تصليش الظهر والعصر، لا تصلي المغرب والعشاء، خاطر هذول يشتركوا في الوقت أيضا، هذول اسمهم العشاءان. نعم. المغرب والعشاء اسمهم فقها العشاءان. الظهر والعصر اسمهما الظهران. هذا هو الجواب الأخت فاطمة الزهراء. نعم. السؤال الوارد إلى البرنامج، سائلة تقول أنها كانت لها علاقة مع صديقة، علاقة وطيدة ويعني صحبة جيدة. مرة من المرات هذه السائلة تقول أنها باتت خارج البيت، فسألها زوجها، قالت أنها باتت عند هذه الصديقة، وطلبت من صديقتها أن تكذب على الزوج خشية أن يطلقها. فلما سألها الزوج أقسمت هذه الصديقة لزوج السائلة وقالت والله إن زوجتك باتت عندي، وهو هذا الكلام كان على خلاف الحقيقة. تسأل عن الفتوى الشرعية في هذا الموضوع، يعني لما أقسمت كذبا. نعم. أولا يا إخواني أخواتي، لا يجوز القسم كذبا، هذه يمين غموس. نعم. يمين غموس، يحرم على الشخص يستخدم اسم الله العزيز كذبا وافتراء وبهتانا فقط لإقناع الشخص الآخر، الطرف الآخر، بصدقيته وقوله الحق. يعني هذا لا يجوز شرعا. سبحان الله. وهذه لازم لها توبة، ولازم لها توبة نصوح، توبة نصوح بشروطها المعروفة من ندم وإقلاع عن مثل هذا الذنب وعزم على عدم العودة إليه مستقبلا. نعم. هذه التوبة، ولا بد أن نغلظ في هذا المجال يا أخي محمد صالح. نعم. اسمر بالمناسبة كان اليمين تجري على الإنسان بشكل كبير، والله 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 والله. غير في واحد المثل بالقبيل يقول لك أرجز ما تخص التيذت ولذا يخدم اليمين،
معنى الإنسان اللي يسمح لي ما محسوب يعرف نفسه هنا لا يقول الصدق إلا نادرا، يعني يحاول يتغطى باليمين، كل حاجة يحلف عليها. إذا كان دخل السوق يحلف، إذا كان يبيع يشري يحلف، كل شيء يحلف، أقسم بالله أقسم بالله. هذه عادة سيئة في الحقيقة. هذا اسم ربي عزيز يا ناس. لا تلجأ إلى اليمين إلا إذا أجبرت على ذلك من القاضي مثلا. القاضي ممكن يطلب من الشخص يقول له أقسم، يعني يحلف بالله. نعم. هكذا يعني ربما في ظروف معينة، في جرائم معينة، في عقود معينة. أما هكذا يعني هي كذبة، يعني هي ما باتتش عند صاحبتها وقالت لصاحبتها اقسمي بالله لزوجي باللي بت عندي، يعني شنو هذا؟ ربي ما يبارك هذا الشيء، ما يبارك لا في هذه العلاقة ولا ممكن لو كانت صريحة من البداية. هي قالت منذ هذا الأمر توترت العلاقة بينه وبين صديقتها. سبحان الله. نتيجة منتظرة. نعم. نتيجة منتظرة، لأن ربي لا يبارك في مثل هذه العلاقة. لأن يقول لك الصديق الحق هو الذي يصدقك لا الذي يصدقك. نعم. يعني هذا مثل يعني يروى، يعني بالدليل أنه خلاص تتوتر العلاقة. يعني ربي لا يبارك في مثل هذه العلاقة. أبدا. والأولى أنه هذيك الصديقة تنصحها تقولها لا ما نكذبش، ما تكذبيش، الكذب حرام. النبي عليه الصلاة والسلام رضي أن يكون المؤمن جبانا، رضي أن يكون المؤمن بخيلا، رضي بعض السلوكات أن تصدر منه، ولكن لم يرضى أن يكون المؤمن كذابا. أيكون كذابا؟ قال لا. قال لا. يكون كذابا قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، لا يقبل ذلك. لذلك الكذب لا يجوز. هاو النتيجة وين وصلت. لذلك الأولى هذيك الصديقة تنصحها تقول كوني صادقة مع زوجك، من بعد الشتاء كما يقولوا كي تكون واعرة تجيب الثلج وخلاص خير إن شاء الله. إذا غلطات تستغفروا والسلام عليكم. الفرض تستأذن زوجها فخطأها يعني تمحوه بطلب المغفرة والعفو والسلام، دون اللجوء إلى هذه السبل أو الوسائل غير المشروعة. نعم. آخر الأسئلة الواردة للبرنامج شيخ سعيد سائلة تقول أنها لما كانت تصلي الأكل وصل إلى حلقها ثم أعادت ابتلاعه وهي راكعة. لا إذن فماذا عليها؟ الآن الأخت الفاضلة تقضي ذلك اليوم، حكمها قضاء ذلك اليوم. نعم. لو كان كي خرجاته كرمكم الله كما اللي عنده القيء هذاك، يعني غلبه القيء وبعدين خرجوا، اجتهد في إخراجه ولم يرجع منه شيء إلى جوفه، خلاص هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ما دام غلبه القيء. نفس الشيء هذا حكمه نفس الحكم، يعني الطعام هذاك خاصة واحد كان كلا بزاف ولا وعمرها بالماء سوا يعني الحركات، حركة السجود أو حركة الركوع ممكن تسبب يعني ما حصل. ما دام هي أرجعته ثانية إذن حكمها أنها تقضي هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله، عليها قضاء يوم واحد وفقط. نعم. بارك الله فيك. إلى الأسئلة التي تلقيناها منذ قليل، أولها هاجر من قال ملي تسأل لأخيها الذي طلق الزوجة قبل الدخول مرتين ثم دخل بها ولم يعد عقد القران مرة ثانية. الله أكبر. قبل أن نجيب على هذا السؤال الأخ محمد صالح وجهت نعطي توجيه خاصة تنبيه خاصة ما يتعلق بأمور الطلاق. ماهوش بيع وشراء، ماهوش يعني قال واحد عنده محل تجاري ودار هذا دار إجارة ولا دار إعارة ولا دار عقد مرابحة ولا مشاركة. الأمور نتاع الأمور اللي في العلاقات الإنسانية خاصة ما يتعلق بعقد الزواج اللي اسمه ربي الميثاق الغليظ، ميثاقا غليظا، لازم واحد ينتبه أنه لازم يعرف الأحكام الشرعية اللازمة بهذا الموضوع. لازم خاطر بعد كي يندم بعد كيف يترقح ممكن أن ينتج عنها مثل هذا الزواج ولد وهو ليس له نسب شرعي، نسب صحيح، نسب حقيقي. لماذا؟ لأنه زاد بعد وقوع الطلاق. نعم. لذلك الجواب نشرح هذه النقطة بشيء من التفصيل. كي يطلق رجل زوجته قبل الدخول يعني دار الفاتحة باش نستفهم، دار الفاتحة مثلا في شهر مارس، على أن يكون العرس يكون في شهر أوت مثلا، قبل الدخول طلق زوجته، هذا يسمى
طلاق بعد العقد وقبل الدخول، وهو طلاق بائن بينونة صغرى. إذن هو طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا، هو طلاق بائن ولكن ماشي كبرى، بائن بينونة صغرى. من أحكام هذا الطلاق أن الزوج أن المرأة لا عدة لها، هذا من الأحكام. أن هذه الزوجة تبين منه ويجوز أن تخطب من غيره وتتزوج بغيره عادي تماما، ما عندهاش عدة. ولا يجوز لمطلقها، باش ما نقولش لزوجها، لمطلقها أن يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين، يعني يدير لها الفتحة جديدة ويعطي لها مهر جديد. لأنه من أحكام هذا الطلاق بأمين الصغرى أنها تستحق نصف المهر، فنصف ما فرضتم كما قال القرآن الكريم. يعني هناك أحكام، هناك 9 أحكام خاصة بالطلاق البائن بينونة صغرى. إذن هذه من الأحكام. الآن هذا الجانب النظري أسقطه على هذا السؤال. الأخت هاجر ربي يحفظك وبارك الله فيك على هذا السؤال، وإن كان جاء متأخر في الحقيقة. الجواب كالآتي: مادام خوك طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول، الحكم هو طلاق بائن بينونة صغرى. معنى المفروض خوك لازم يقرأ الفتحة عليها من جديد ويعطيها مهر جديد، هذا هو المطلوب شرعا. ولكن أما أنه زاد كمل معها وجات لداره إلى آخره، نقولوا من هذاك نهار ما كانوش في وضعية شرعية، من هذاك نهار كانت بداية المخالفة الشرعية إلى الآن. ما هو المطلوب الآن؟ أول حاجة توبة، كي هو كي هي. والشيء اللي نتعجبوا منه سبحان الله العظيم وبحمده أنه كيفاش هما ما انتبهوش في الوقت هذاك باش يروح يسألوا. والسؤال مفتاح المعرفة، مفتاح العلم في البداية، وما يلزمش يغامروا حتى ولو عنده 99.9999 باللي الشيء اللي داروا صحيح، لا يسأل ليطمئن قلبه ويطمئن، وكذلك باش ما يخالفش الشريعة، لأن المخالفة الآن راهي جابت كارثة كبيرة. لذلك لازم توبة في زوج، كي الزوج والزوجة نتاعو هذيك المرأة كالراجل. والأمر الثاني الآن يعقد عليها من جديد، يروح يخطبها من جديد ويدير فتحة جديدة ويدير لها، يعطي لها مهر جديد ويتوبان عما سلف. لازم توبة نصوح. هذا هو الحل الشرعي يا الأخت هاجر، ونسأل الله العفو والعافية. نعم، بارك الله فيك دكتور. آلاء من تلمسان قالت أن أيام الحيض عندها 9 أيام وتزيد 3 تستظهر بها للسفرة التي تراها. قبل اليوم الأول للحيض تأتيها السفرة، هل هي من الحيض أم لا قبل اليوم الأول؟ نعم، والله يا الأخت الذي نفتي بها هو الآتي: أولا مادام عادة تسمى العادة، يعني كان اللي عندها 6 أيام، كان عندها 5 أيام، كان عندها 4 أيام، كان عندها 8 أيام، 7 أيام، 9 أيام، أنت عندك 9 أيام، فبالتالي اللي درتيه مليح معناتها بعد 9 أيام عادتك هي 9 أيام. نعم، عادتها. الفقهاء يقول لك ولو كانت مرة واحدة في الشهر توصف بهذا الوصف أنها عادة. وما أدرك المرأة اللي عندها شهور وشهور ربما سنوات عادتها واحدة. ولكن أحيانا المرأة تشهد بعض الاضطرابات، حتى خاصة في رمضان في اضطرابات يعني خاصة، أو عند القلق أو في ظروف معينة تمر منها المرأة ممكن تضطرب عادتها الشهرية. فالذي نفتيه به هو أنه كي تستظهر ب3 أيام هذا يجزي. 3 أيام يعني 9 أيام تاع العادة نتاعها، تزيد 3 أيام تستظهر. هي تستظهر للسفرة، تستظهر للسفرة التي تراها، يعني 9 أيام عادتها ثم تأتيها السفرة. هي تستظهر لهذه السفرة ب3 أيام. لا تستظهر للعادة. نعم. تستظهر للعادة. الأيام الحيض حينما تنقطع عادتك الشهرية، يعني ينقطع دم الحيض الذي يميز، عنده 5 ألوان، أسود ولا أحمر ولا تعرفون النساء. نعم. واللي ما تعرفش تستشير النساء ويخبروها، أو الطبيبة تعينها في معرفة ألوان الحيض. المهم باختصار، إذا كانت عندك 9 أيام، بعد 9 أيام إذا كان جاتك هذه الصفرة ولا تعتبر هذيك 3 أيام تاع الاستظهار والسلام. بعد ذلك ما نزل منك يعتبر دم علة وفساد والسلام.
هي وكلامها كان عن اليوم الأول قبل ما ينزل عليها الحيض تأتيها السفرة. نعم. أولا ثم يأتي الحيض. لا، هذه السفرة ليست من الحيض. إذن ما دام عندك عادة مستقرة مدة 9 أيام يعني. نعم. مدة طويلة، هذه ليست فلا من الحيض. تعتبرها من الحيض. فلا تعتبر من الحيض. تصومين وتصلين تلك الأيام اللي هي قبل مجيء الحيض. نعم. حنان من غرداية تقول أنها تحمل في هاتفها النقال المصحف الشريف فتقرأ منه، هل يجب أن تكون دائما على وضوء؟ هذا السؤال الأول. تحميل القرآن في الجهاز النقال لا يوصف الجهاز بكونه مصحفا، إذن يجوز لك القراءة من الجهاز النقال، تقرأين القرآن المحمل في الجهاز النقال ولو على غير وضوء. نعم. السؤال الموالي قالت أن الوالدة تصلي التراويح 20 ركعة وهي تصلي من حفظها، هل هذا يعني صلاتها جائزة ومقبولة إن شاء الله؟ الله يبارك. الحمد لله أنه في الأمر يسر، في الأمر يسر. ليس شرطا أن نصلي صلاة التراويح بكامل القرآن، خاصة لمن كان له عذر مثل والدة نتاعك ربي يحفظها، راهي تجتهد ما شاء الله. مادام هي تصلي 20 ركعة في بيتها مما تحفظ يعني بقصار الصور، فهذا أمر يعني ممتاز جدا جدا. تقرأ في كل ركعة سورة من قصار الصور مما تحفظ، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة طبعا. ومليح تنصحها يا الأخت حنان أنها تحترم التتابع، مثلا في الركعة الأولى تقرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد، والركعة الثانية تقرأ بالفاتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا يجزي. كل ركعتين تسلم حتى توصل 20 ركعة ولا 16 ولا 20 30 واش تقدر ربي يتقبل منها. إذا كان المرأة، هذا ربما جواب آخر للمرأة اللي تقدر تقرأ من المصحف، ولو كان تهجي هذه مليح دير المصحف أمامها، إذا كان يعني هكذا يعني أداة حاملة للقرآن ذلك أحسن، باش تنوع تقرأ من الصور الأخرى يعني سبح ولا عما يتساءل، تقرأ مما تيسر. مادام هذه نافلة تقرأ من المصحف وهذا يجوز. وإذا كان ما تقدر كما قلت لا تقرأ لا تكتب، تقرأ مما تحفظ، ونسأل الله القبول، وعندها أجر إن شاء الله تعالى، وأجر كبير لأنها تجتهد حفظ شوية قصر الصور وتجتهد تصلي 20 ركعة في بيتها، يسعدها. أسأل الله لها القبول. آمين إن شاء الله. بمناسبة السؤال الأول، يعني لمن يكون على غير الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى، هل له أن يحمل ويقرأ من هذا؟ لا بالنسبة لي بارك الله فيك على هذه الجزئية، اللي عنده الطهارة الكبرى هنا يجوز له باش يقرأ من الجهاز النقال وليس من المصحف. أما المصحف الشريف أحكامه خاصة، له أحكام خاصة. المصحف له أحكام خاصة، من أحكامه الواحد ما يمسكش المصحف الشريف الورقي إلا بطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. معنا فاطمة من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليك السلام، مرحبا. بصحة رمضانكم. رمضان كريم يا أختي، لينا وليكم إن شاء الله. باغي نسقسي الشيخ خويا. تفضلي. إن شاء الله. اسمعيني من الهاتف يا فاطمة، نقصي الجهاز التلفاز، نقصي التلفاز تماما. أنا جيني الوقت تاع الحيض، الدم تاع الحيض، وأنا مرة إنسانة كبيرة. نعم. وتجيني وقالوا لي الناس زعما من تفوت 6 أيام تقدري توضي وتصلي وتغدي التراويح زعما. المدة شحال عندك المدة الحيض؟ أنا 6 أيام مرض، فهمتني، ماشي محسوب الدم الحيض محسوب كيما الناس. المدة عندك وشحال؟ نعم. المدة الحيض عندك كم من يوم؟ أنا من قدام رمضان بالخميس. يعني كم من يوم تأتيك لنا؟ احنا صمنا بالحد حسب واحد 13 يوم ولا. هذه 13 يوم كاملة وانت على يعني عليك الدم. هي انا كيف 6 ايام الحمام كل يوم توضيت وحممت وداك الشيء ونصلي نورمال نمشي للتراويح، ولكن دخلني الشك.
نعم. العادة عندك في الأيام العادية يعني 6 أيام يا فاطمة. نعم. العادة عندك في الأيام العادية 6 أيام. ما فهمتش. يعني الأيام اللي تكون عندك العادة 6 أيام أو كم عددها؟ 3 أيام 4. 3 أيام 4 خلاص. والسؤال زاوج. تفضلي. بغيت نسقسيك على المكياج. المكياج ماشي كاع بزاف، غير شويه، ماشي لي انا لبنتي. نعم. في رمضان. المكياج حلال ولا حرام في رمضان؟ نعم. والسؤال الثالث. تفضلي. شوف خويا، انا عندي فلوس في البنكه، لمدو باغي نمشي من الحج ياك. ربي يوفقك. وقالوا لي الناس منا ومنا، قالوا لي محسوب نحي غير دوك لي زانتيغي ومحسوب وخلي فلوس هكا، باسكو حنا فلوس هنا في فرنسا بالسيف يعطوك لي زانتيغي، ما نقدرش نقول للبنكي لا ما تعطينيش لي زانتيغي وداك الشيء. قلت انا محسوب كي نلمد ان شاء الله ونبغي نمشي نحي دوك لي زانتيغي نصدقهم ولا نمدهم ونمشي بدوك الفلوس، واش حلال ولا حرام؟ نعم. ربي يكتب لك التوفيق إن شاء الله. آمين. الحاج ودعوا معنا الحاج إن شاء الله يا رب. تحياتنا لك. نور الدين من عين الدفلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واسرك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. عندي 3 أسئلة. تفضل يا نور الدين. عندي الصلاة الوسطى ما هي؟ نعم. وهل يجوز القراءة في الراتب في المساجد؟ نعم. حزب الراتب. نعم. والحضرة وهذوك اللي يديروهم في الأموات، هل تجوز ولا لا تجوز؟ نعم. وعندي نحوس على الرقم تاع الدكتور بويسي. تبقى على الخط الداخلي يا نور الدين. نعم. ما تقطعش المكالمة. شكرا. إلى العاصمة حميدة. السلام عليكم. حميدة تفضلي. حميدة. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا حميدة. معليش نتخفي الأستاذ. تفضلي بسرعة الله يحفظك. الله يسلمك. صح. أنا ما نتخفي على صلاة الفجر. نعم. نوض قبل من صلاة الفجر ومن بعد نصلي، ومن بعد كيأذن الفجر دي فوا نصلي الفجر، ومن بعد ما نستناش حتى يأذن لا دوزيام فوا. تصلي في الأذان الأول. نصلي الصبح. تصلي في الأذان الأول. نصلي هكذا ومن بعد قالوا لي صلاة باطلة. يعني كنت تصلي في الأذان الأول. نعم. نصلي 2 ركعات ومن بعد نصلي كي يأذن الثاني نزيد 2 ركعات ومن بعد قالوا لي صلاة باطلة. الصبح صلاة اسمحي لي، صلاة الصبح وقتها كنت تصليها في الأذان الأول أو الثاني؟ لا الأذان نصلي الفجر في الأذان الأول، ومن بعد صلاة الصبح نصليها في الأذان الثاني. الفارضة تصليها في الأذان الثاني. نعم. السؤال الثاني عندي أختي ما قالوا لها عندك سحر، وديناها عند راقي وقالوا لها بلي عندك سحر، ومن بعد قالوا لنا ما بالنا هكذا واحد ماشي بالرقية وكامل، قالوا لنا باش تنحي هذاك السحر قالوا لنا زعما ماشي حرام، باسكو نقدروا نديوها ولا هي ما حبتش، هي ما تصلي وتصوم وهكذا، هي ما حبتش بات نحو هذا السحر. قالوا لها عندها سحر. وش قالكم بأي شيء ينزع هذا السحر؟ نعم. ما فهمناش السؤال الثاني هذا. هي قالوا لها عندها سحر، نعم. لها للراقي وقالوا لها عندها سحر. واضح. ومن بعد قالوا لنا زعما تديها عند مشعوذ ما ينحي هاد الاخر، قال لك كي تنحي قالوا لنا زعما كي تنحي ماشي حرام. شكون اللي قالوا لكم شكون اللي قالوا هذا؟ وحده قالت لنا. ربي يهديها ان شاء الله. ومن بعد هي اختي طلقت غير كيما، وراجلها شغل تزوجت به وكامل، في الاول ما شرطش عليها حتى داها لدارو وقال لها ما تجيبيش دراري، هو عنده طفل من المراه الاولى، وبعد قال لها ما تجيبيش دراري، قال لها ما كي قالت له نجيب دراري طلقها. نعم. هو تما ما قالهاش مش شرط في الاول حتى داها لعنده،
هي قالت له كي قالت له بلي حابه نجي الدراري، قالت له لا قال لها بلي ما. واضح يا حميدة، ربي يعوضها خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين، ودعونا دعوة إن شاء الله تعالى. يا رب التوفيق من الله سبحانه عز وجل، وربي يرفع الهم والضر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إلى أضرار معنا إبراهيم ونستأنف الإجابة إن شاء الله. إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أخي. الأخ عندي 3 أسئلة. تفضل، مرحبا بك وبأسئلتك. ما حكم السؤال الأول، ما حكم الذين يجعلون أولياء الله الصالحين وسيط بينهم وبين الله، وكل عام يقومون بزيارتهم ويقرؤون عليهم القرآن؟ السؤال الثاني، حكم الذين يزورون الأولياء الصالحين. أعد السؤال يا إبراهيم. السؤال الأول، ما حكم الذين يجعلون أولياء الله الصالحين وسيط بينهم وبين الله، وكل عام يقومون بزيارتهم ويقرؤون عليهم القرآن؟ والسؤال الثاني، ما حكم الذين يجعلون لموتاهم يوم يطعمون فيه الناس وهو يوم الذي توفوا فيه؟ السؤال الثالث، ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ نعم واضح يا إبراهيم. بارك الله فيكم وتحفظ. شكرا، مع السلامة. إذا نستكمل الإجابة. أختنا وهيبة من البليدة تقول: لم أكن أنطق حرف الضاد جيدا، فهل يتوجب علي إعادة الصلاة؟ نعم. حرف الضاد في سورة الضالين من سورة، في كلمة الضالين من سورة الفاتحة. نعم. الأخت وهيبة بارك الله فيك على حرصك على قراءة القرآن جيدا، وكونك لم تنطقي ولا الضالين يعني نطقا جيدا فيما سبق من أيامك، إن شاء الله هذا يعني ليس عليك شيء. أنت الأصل الإنسان يقرأ ويتعلم ويسأل وينتبه، حتى كما يقرأش يسمع كيف، لأن هذه الأمور القراءة يعني بالسماع، القراءة بالسماع. فبالتالي أنت الآن اجتهدتي واكتشفتي خطأك، طلبي العفو عند ربي سبحانه عما سلف، عفى الله عما سلف، وما تعوديش صلواتك السابقة. الصلوات اللي أديتها تجزي وما عندكش إعادة. من غادي أحرصي على القراءة الجيدة واجتهدي، ونسأل الله أن يتقبل منك ومنا جميعا صالح الأعمال. اللهم آمين. السؤال الموالي لأختنا فاطمة من فرنسا وهيبة، أو ما زال مع وهيبة، قالت: عندما أكون على غير طهارة أختها ترفع لها المصحف لتقرأ منه، فهل هذا جائز؟ لا، كيف تكوني على هذا الفعل ما تديريش يا الأخت، ما تديريش مثل هذا السلوك. نعم. لأنه إذا كان واحد يجيب شخص كما قلت أختك والآخر يلصقوا يديروا في هذاك الجهاز واسمه في الآلة، في هذيك الأداة نتاع المصحف، حاملة المصحف ويقرأ، لا، احترم المصحف، له أحكام خاصة. من أحكامه ألا يقرأ إلا بطهارتين، بطهارة كبرى وبطهارة صغرى، يعني بالوضوء الأصغر. نعم. إذن مع فاطمة من فرنسا، هذا الاضطراب الذي وقع لها قبل دخول شهر رمضان في الدورة، الآن عادتها كما قالت 3 أيام إلى 4 أيام، الآن استمر مع الحيض إلى 13 يوم. نعم. أولا أقل مدة الطهر 15 يوما، يعني هذه العادة احنا قلنا قبل حين أن واحدة إذا كانت هي عادتها 3 أيام أو 4 أيام. نعم. ولكن المدة الحيض قالت بقى 6 أيام، وكي تزيد 3 أيام تاع الاستظهار، وهي خاصة هي قالت أنا امرأة كبير، وعادة المرأة كي تكون قريبة من سن اليأس، قريبة من سن اليأس يعني تضطرب عادتها. فما دمت عادتك 3 أيام أو 4 أيام، وهذا المرض دم الحيض استمر 6 أيام، وتزيد 3 أيام تاع الاستظهار، هذا يجزي. بعد ذلك الدم اللي يجي يعتبر دم علة وفساد، تصومي وتصلي وتأدي سائر الواجبات. نعم. المساحيق في رمضان، والله شهر رمضان في الحقيقة يعني تنبهي بنتك أنه لا ينسجم مع هذا رمضان المعظم، مع بركة رمضان، شهر الطاعة، شهر القربات، شهر الصالحات. الواحد يستثمر كما قلنا قبل حين هذه الأيام الروحانيات. بارك الله فيك. ما يلزمش واحد يهتم بالماديات ويدير المساحيق إلى آخره. فاللهم إذا كانت تزوجت ربما في هذا الشهر أو شيء من هذا القبيل، لها مبرر تاع العرس أو شيء من هذا القبيل. ما عدا ذلك الأفضل تتجنب
هذا المكياج. طبعا هو لا يبطل الصوم يقينا. نعم. بالنسبة للحكم الفقهي المكياج والمسح القليل لا تبطل الصوم، ولكن يعني الواحد يبتعد منها، هذا الذي نراه صوابا. نعم. شيخ سعيد سألت عن ذهابها للحج بيت الله الحرام وعن هذا المال الذي هو في البنك يعني وفيه الفوائد. نعم. قال طيب. سأنزع الفوائد وأذهب بالمال. نعم هذا هو المطلوب. نعم. أنت عندك رأس مالك يا الأخت الكريمة في بيتك في البنكة، رأس مالك هذا حر مالك، سواء الحج أو غير الحج. يعني المطلوب الحكم الشرعي واحد، بمعنى إذا عندك مثلا 20,000 أورو مادام راهي في فرنسا في البنكة، من بعد لقيتي مثلا 1000 أورو فائدة ربوية، 20,000 هذا رأس مالك، هذا مالك الحر الحلال. أما هذاك الزائد 1000 أورو، هذاك الزائد لوطو دانتيري، هذاك الفائدة الربوية، هذاك المطلوب أنك تسحبيها تجبديها من البنكة وتمديها للفقراء والمساكين، ولا يجوز إنفاقها في أي واجب من الواجبات الشرعية. حتى في الأمور الأخرى اللي ربما بعض الناس يقول لك كان تجيبيها وديرها في تريسيتي ولا في الغاز ولا مش عارف تحرقيها، لا ما تنفقيها لا على التريسيتي ولا على الغاز ولا على الماء ولا على أهلك وزوجك ولا أولادك، ولا تمديها للجامع ولا إلى آخره. تمديها تتخلصي منها تمديها للفقراء والمساكين، باش المال اللي بقى لك في البنكة هو حر مالكي، وتجبدي ما تحتاجين وتروحي للحج. أسأل الله لك التيسير والقبول. آمين يا رب العالمين. نور الدين من عين دفلة يسأل عن الصلاة الوسطى، ما هي؟ لو عرفتها يا أخي يعني لكنت من أسعد الناس، ولكن إن شاء الله ممكن نكون من أسعد الناس بالمحافظة على سائر الصلوات. نعم. نحافظ على الصلوات، ربي سبحانه أمرنا بالمحافظة على الصلوات جميعا، ولكن والصلاة الوسطى. لذلك هناك رأي يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هناك رأي يقول الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، هناك رأي أيضا إلى حد ما قوي يقول صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، الصبح. نعم. صلاة الصبح يعني الفريضة. وكون الله عز وجل أخفاها لفائد يعني للاجتهاد في المحافظة على الصلوات. يا أخي نور الدين، وهذا السر في إخفاء بعض الفضائل. نعم. لو نقول لك يا سي نور الدين أخويا، وقتاش ليلة القدر؟ متى ليلة القدر؟ درك الآن صمنا الله يبارك، بدأنا بالحد ورنا في الحد يعني 7 أيام 7 أيام صمناها. وقتاش ليلة القدر يا أخويا نور الدين؟ باش هذاك نهارنا ومحمد صالح والطاقم اللي معنا فيها اللي سألون نشمر عن ساعد الجد ونجتهد، ما على بالناش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في ليلة القدر، قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وزاد في حديث آخر قال التمسوها في الوتر، يعني ليلة 21 ليلة 23 25 27 29. طيب حتى وإن كان عرف الناس يقول لك 27، ولكن هذا ليس صحيحا، يعني ما نش عارفين. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. كون الله عز وجل أخفاها لنجتهد في قيام الليل والتهجد في هذه العشر الأواخر، يعني كي ندخلوا في العشر الأواخر. ورب سبحانه حينما أخفى الاسم الأعظم حندعو الله نقول أسأل الله اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تسترنا وتقبل منا صالح الأعمال وأن تشفي مرضانا وترحم موتانا. ندعو الله عز وجل باسمه الأعظم، ولكن لا ندري أشكون هو الاسم الأعظم. هل ترى الواجد الماجد الرؤوف القيوم الرحمن الرحيم الله؟ لا ندري. إذن ندعو الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن أخفى الله عز وجل الاسم الأعظم كما أخفى ليلة القدر، كما أخفى أيضا الصلاة الوسطى، لنجتهد في العبادات، وإذا اجتهدنا سنحصلها يقينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب العالمين. السؤال الموالي، حكم الحزب الراتب وقراءته جماعة؟ ممتاز سي نور الدين، ممتاز. يلي يحافظوا على هذا الحزب الراتب في المساجد يساعدهم باش نحافظوا على القرآن الكريم. يعني سبحان ذاك السر وهذاك الجمال كي ندخلوا المسجد ونسمعوا الله يبارك أصوات الناس وهم يقرؤون الحزب الراتب. الشيخ الشعراوي الله يرحمه بالمناسبة نترحموا عليه، كي جاء الجزائر بعد الاستقلال فوجئ كما يقوله في أكثر من تصريح أن الكثير من الناس يحفظون القرآن الكريم في الجزائر. بدأ يسأل حتى وجد الجواب. قال الآن أدركت سر المحافظة
على القرآن الكريم في الجزائر هو الحزب الراتب. كاين الناس ياسين نور الدين أخويا ما يقراش، ولكن كونه يجالس الناس اللي يقراوا الحزب الراتب إما بعد العصر أو قبل المغرب، يعني كل مشهد كيفاه، ولاو حفظوا أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. وهناك من حفظ القرآن الكريم في الزاوية بعد كبر سنه 80-90 سنة وما زال يحافظ عليه لأنه يراجعه باستمرار. يعني بدأ تقريبا كل شهر يختم القرآن الكريم، يعني 12 ختمة في العام، ولا ينتظر فقط شهر رمضان باش يختم مرة واحدة. ذاك يا أخي العزيز الحزب الراتب يجوز ولا حرج فيه إطلاقا. وإذا أردت يا أخي نور الدين أن نخصص موضوعا افتتاحيا في حلقة من حلقاتنا عن الحزب الراتب وأدلة جوازه فلا حرج. أما الآن أجيبك فقهيا يجوز ولا حرج. الحضرة عند الأموات كيموت واحد يديروا حضرة فيها قراءة البردة، فيها قراءة القرآن. والله هذا يا أخي هناك رأيان في الفقه. هناك رأي يقول لك هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، إذن فيحكمون بعدم الجواز. هناك رأي يقول لا، هذا الأمر مباح مادام هو وسيلة من وسائل تذكير الأحياء حينما يقرؤون البردة، ويأتي ربما أحدهم يقرأ القرآن بصوت جيد بالأحكام ما شاء الله. وهناك في بعض الأعراف مثلا اللي يذكروا بالأشعار هكذا شبيهة بالبردة وكي تقرأ يعني ما شاء الله. يعني معليش نقول لك الآن ياسين نور الدين وكان من القبائل، ولكن فيها كلام. كي كنت 6 سنين كنت نحفظ واحد الشعر من أعظم ما قرأته عن الموت، شعر عظيم جدا عن الموت، حفظته أنا في الجنازة من الناس الكبار. صلاة في النبي الطهار نتغذف الشفاعة ثقسط الموت زيغ ثوار أشحالي فردان 9 يقفغ يغزف العمر لابد داو الساعة. قصيدة رائعة جدا جدا بجميع المقاييس، يعني بجميع المقاييس، فيها تذكير للأحياء، يعطيوا الصبر أيضا كذلك يصبروا أهل الميت، وكذلك التنبيه للغافلين، فوائد كثيرة جدا. أفضل من أن يبقى الناس هكذا، يعني هذا يحكي على الدوفيز وهذا يحكي على البالون، طبعا مع احترامي طبعا ذكرت البالون وكل شيء، يعني معليش كل هذا مباح، ولكن جو الموت يقتضي جو الحزن يقتضي أشياء أخرى. وهناك ناس كثير بدأ وصلت بحضور من هذه المجالس. أكتفي بهذا. إذن أرى أن هذا الأمر مباح، ليس واجبا ولكن مباح. نعم. وهو عادة وليس عبادة. نعم. حميدة من العاصمة كانت تصلي الفجر في الأذان الأول وصلاة الصبح في الأذان الثاني. لا الأذان الأول لا، الأذان الأول هذا كذا التنبيه، يعني هذا كما يقول السيكوريتي، إذا كان واحد ربما باش يشرب الماء ولا مازال. الأذان الثاني ثم دخل وقت الصبح وقت الفجر، ثم تصلي الرغيبة اللي هي السنة رغيبة الفجر، وتصلي صلاة الصبح الفريضة أو الفجر كما قلتي. أما قبل أذان الفجر هذه تعتبر نافلة، قبل أذان الفجر الثاني تعتبر نافلة. أسأل الله أن يتقبل منك يا أختي حميدة، ولكن من غادي كي تسمعي الأذان الثاني ثم تصلي الرغيبة، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الصبح الفريضة. أختها التي أصيبت بسحر قالوا لها أن لديها سحر ونصحوها، يعني بل خدعوها بأن تذهب لمشعوذ. لا هذه خديعة وليست نصيحة يا أختي الفاضلة. لا أبدا. ربي سبحانه ما جعل الشفاء في الحرام إطلاقا. الشعوذة حرام، ولا يجوز للناس اللجوء أو الذهاب إلى المشعوذين إطلاقا مهما كانت درجة المرض. ممكن يقول لك واحد كما اللي داه الواد واش يلقى يمسك فيك، هذا يقولوا كثير من الناس يبررون مواقفهم بهذا الشكل. يقول لك يا خويا أنا عندي مريض الله غالب، كما اللي داه الواد يمسك في أي حاجة. نقولوا لا نمسكوا في الشريعة الإسلامية ونعتصم بالعروة الوثقى ونعتصم بالمشعوذين. الرقية الشرعية نعم، الرقية الشرعية نعم، أما الشعوذة فهي محرمة يا أختي حميدة. ربي يشفي أختك. في كلمة، هذا الزوج الذي اشترط عليها عدم إنجاب الأولاد، هذا ضرر، هذا ظالم، هذا رجل ظالم. نعم. لأنه هو عنده أولاد ولم يشترط عليها سلفا، بعد ما تزوج بها يعني هذه خديعة بصراحة، فهو آثم إذا ما تبش ربي سبحانه، راه آثم مع ربي سبحانه طلقها يعني للأسف، وزاد طلقها يعني زاد ارتكب كل الآثام. ربي نأتي إلى نهاية البرنامج شيخنا سعيد. إبراهيم من أضرار، غدا بحول الله تولى الإجابة عن سؤالك. شكرا لكل المشاهدين والمتتبعين لبرنامج هل لا سألوا. هنيئا لكم بفطركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.